السلام عليكم. مين مننا بقى ما بيواجهش مشكلة اللبن القاطع بيقطع منك لأي سبب؟ ممكن تكوني مثلا سبتيه برا التلاجة فترة طويلة، او مثلا تكون انت اصلا جايباه من بره وهو قاطع، اللي اشتريتيه من اي مكان. من النهارده ان شاء الله مش هتبقى مشكلة خالص، وهنعمل منه احلى جبنة كريمي واحلى وصفات كمان. بصوا، انا هنا كان معايا 2 كيلو من الحليب القاطع. جبت مصفى تكون خرامها ضيقة جدا، وهخليه ان هو يتصفى واتأكد ان مفيهوش مية تماما. وطبعا الشرش اللي نزل ده احنا مش هنرميه خالص، انا بحتفظ بيه في الفريزر، بعمل منه المعجنات. هيكون معايا هنا حوالي كوباية الا ربع من الحليب. ممكن تستبدليه بشرش اللبن اللي احنا طلعناه. وهنا كوباية الا ربع من الزيت، او يعني او نص كوباية لكوباية الا ربع. البديل بتاعها معلقة كبيرة من الزبدة. وهنا معايا حوالي 4 معالق كبار من الجبنة، اي نوع جبنة طرية عندك، يعني جبنة فيتا، جبنة نستون، جبنة قريش، اي نوع. بس اهم حاجة ما ينفعش الجبنة الرومي ولا الجبنة الشيدر، عشان هتقطع كده وتعمل كلاكيع في الجبنة، مش هتبقى حلوة. طبعا هنا بقى هجيب شفشق الخلاط وهحط فيه اول حاجة الحليب. بعد كده الحليب القاطع يعني، او الجبنة اللي طلعت معانا، هحطها برضو كده في شفشق الخلاط. بعد كده هضيف عليه بقى الجبنة اللي احنا الجبنة الطرية، مثلثات عادي، مكعبات عادي، اي نوع جبنة. طبعا النظافة اهم من اي حاجة، يعني لو حسيت ان الخلاط وقع على طروفه حاجة كده طبعا نضفيها. الزيت بقى انا مش هضيفه مره واحده، انا بضيفه كده بالتدريج، يعني علشان هو ده اللي هيتقل القوام معايا. بصوا بقى، انا هنا بدأت بالسرعه القليله اول حاجه، وبعد كده اول بقى ما المكونات تمتزج، هي بتمتزج بسرعه جدا لانها تعتبر كلها مكونات سائله. هبدأ بقى انا اضيف الزيت كده تدريجي، واحده واحده، مش هحط الزيت مره واحده. احنا بنضيف شويه بشويه لحد ما القوام يتقل معايا. برضو ممكن يعني من نص كوبايه لكوبايه الا ربع زيت، ما ممكن ما تحطيش الكوبايه الا ربع كلها، على حسب ما القوام يتقل معاكي وحسب السمك اللي انت عايزاه. بصوا انا بضيف شويه بشويه، وطبعا الخلاط بيكون شغال، انا مش بفصله. اهو الخلاط شغال معايا، طبعا الخليط امتزج تماما على السرعه القليله. بعد كده بفصل الخلاط وبجيب علبه تكون متعقمه كويس جدا، وتكون ناشفه تماما ما فيهاش ميه خالص. وابدا ان انا افضي فيها خليط الجبنه اللي انا عملته ده. للوهله الاولى كده هتحسي ان الخليط سايل وخفيف، لا هو قوامه كده ممتاز. لان هو لما بيقعد في التلاجة بيتقل، احنا بقى هنحطه ساعتين في التلاجة، وبعد كده هيطلع هيبقى معانا نفس القوام بتاع الجبنه اللي بتشتريها من بره. عندك طريقتين ممكن تستخدميها جبنه كده زي ما هي وهي سايله، حطي عليها زعتر مثلا، زيتون. الاضافات دي بتخلي طعمها في حتة تانية خالص. ممكن لو ما بتحبيش عليها اضافات تستخدميها كده زي ما هي، واعملي منها احلى سندوتشات، حطيها بقى على الفطار، قطعي عليها طماطم، حطي عليها شوية شطة، زيت. بصوا بقى، زيت زيتون كده بيخلي طعمها في حتة تانية خالص. بصوا بقى قوامها بقى عامل ازاي، يعني ماسكة نفسها ومش سايلة ومش واقعة خالص، وطعمها تحفة جدا، مش هتبطلي تعمليها بعد كده، انت اللي هتقطعي اللبن وتخليه يعمل جبنة حلوة كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. السلام عليكم.